هلا ادلب يقال انه من اجمل المدن بسوريا، صح؟ ايه لانه ادلب الخضراء بسموها. اوكي، السلام عليكم. حاليا رايحين على مدينة يقال انها من اجمل المدن في سوريا، وهي مدينة ادلب، التي ليش حاس حالي استاذ عربي؟ التي يطلق عليها ادلب الخضراء لكثرة الاشياء الخضراء اللي فيها، انه خضار وشجر. الزيتون تحديدا فيها زيتون زيادة يعني عن باقي المحافظات، ما بعرف ليش. المهم حاليا رايحين عليها، خلوكم معانا، ضيفوني على حسابي في الانستغرام واشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، وضروري انكم تحطوا لايك، ضروري تحطوا لايك على هذا الفيديو عشان يطلع لكم الفيديوهات الجاية وتكون ان شاء الله احلى واحلى. قبل لا نبدأ صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلوكم معنا. طبعا جبت كوفي على الطريق عشان اروق، لانه لو ما بتعرفوا انا ما بقدر ابدا صباحي بدون كوفي، مستحيل يعني. طبعا عشان نوصل لادلب لازم نمر من حما اول، لانه ادلب بعد حما بشوي، فبنمر من حما عشان نوصل لادلب. جينا هون على مكان يقال انه اثري، يقال يعني هيك حكونا بالطريق، اسمها مدينة ابلة. انا فعليا شايف احجار بس مو شايف اي شيء اثري، فخلينا نفوت شوي لجوا نستكشف. اوبا والله هون شكلي راح اوقع، والله شكلي بودع، والله ما بدي ودع. بسم الله. واو انا شايف احجار بس ما في ولا شيء اثري، ما في ولا شيء اثري، بس احجار. لسه ما شفنا شيء من ادلب. هاي هيك نصحونا بس بالشارع، ناس قالوا لنا فوتوا هون في مكان اثري، ويا ريتنا ما سمعنا النصيحه. يلا خلينا نروح على ادلب الحقيقيه، بس ان شاء الله ما اوقع هون. اذا نزلكم فلوق معناها اني ما وقعت، لكن اذا ما نزلكم معناها اني وقعت. اوكي راح ينزلكم الفلوق الحمد لله. لقينا هون مكان هيك مكسر مهدم، قلت خليني انزل استكشفه على السريع. هذا شو كان؟ شو تتوقعوا كان؟ مكان مبين عليه قديم. هون شوفي انا وين دخلت؟ انا وين فتت؟ المكان مكسر، يعني انا ليش فايت هون استكشف اصلا؟ شوفوا شو لقيت هون، هذا الحجر اللي بتجمعوه بفورتنايت، عرفتوه؟ والله انا لا تطلعوني مكان اقسم بالله. صراحة انا ما بحب اجمع حجر، بحب اجمع خشب. يا اخوان شوفوا انا راح اورجيكم انا شو لقيت وانتم خمنوا هذا شو، تمام؟ اتوقع حتعرفوه اول ما تشوفوا. شايفين هذا اللي هون؟ خلينا نهرب على السريع قبل ما ننفجر. جينا علشان نجرب الشعيبيات. بالفيديو السابق جربت الشعيبيات في حما، وحكيت انه رحنا نجرب الشعيبيات الحمويه، فاللي صار انه في كثير تعليقات اجتني من اخواني الادلبيين بيقولوا انه الشعيبيات ادلبيه. هاي المعلومه انا بعرفها، لكن وقتها كنت بحما عشان هيك. سلامي في الجوز وفي قشطه. هاي الجوز وهاي قشطه، هاي فستق حلبي. اعطونا اياها ضيافه لسه اول ما فتنا، فخلينا نجرب هاي الشعيبيات بالقشطه. بسم الله. اطيب من حما. هي شعيبيات على اصولها، شعيبيات ادلبيه. جينا على مول هون بيقولوا انه من المولات المتطوره هون بادلب، فعم نعمل فيها جوله. طبعا بعد ساعه ونص طريق تقريبا وصلنا على هذا المول، بدنا نشوف شو في هون. طبعا بحكي لكم انا ساعه ونص من بدايه ادلب، مو من بدايه طلعتنا، لا ساعه ونص من اول ما فتنا على ادلب لهون، وكان الشارع زحمه بشكل مو طبيعي وحر شوب. فهذا اللي انا اكتشفته بادلب، انه زحمه اكثر من باقي المحافظات اللي انا زرتها، يعني صراحه يعني كانت زحمه اكثر شيء، اكثر مدينه مزدحمه جيتها من اول ما اجيت على سوريا. الصراحه تطور، في تطور.
والله انا ابدا مو وجه تطور والله. طبعا بطريقنا لادلب قبل ما نفوت على ادلب صراحه كان في كثير مناطق زراعيه خضراء حلوه صراحه، اكون بيني وبينكم صريح يعني. وهلا انا شوفه قدامي في منظر طبيعي اخضر يعني، فعشان هيك تم تسميه ادلب بادلب الخضراء، لوجود المناطق الزراعيه الطبيعيه الخضراء فيها او كثره وجودها. عرفتوا يعني حرفيا وين ما تطلع انت هيك، وين ما تطلع يمين او يسار شوف شو بتلاقي هيك مناطق كبيره زراعيه خضراء، شايفين؟ فمشان هيك تم تسميتها ادلب الخضراء. كيف بالله وانا اعطيكم معلومات، لسه ما شفت ادلب كامله، انا هذا اللي شفته حاليا كله شوارع وخضار ومول، بس هذا كل اللي شفته صراحه. الساعه صارت 4:37 دقيقه، نحن طالعين تقريبا من الساعه 11 من حمص. ضيفوني في الانستغرام واشتركوا في القناه واستنوا الفيديوهات الجايه، لان ان شاء الله الفيديوهات الجايه راح نروح على محافظات ثانيه كمان. والله يا اخي انا بحكي بسرعه كثير. اللي ما بيعرف اصحابي بلال وبهاء ونجيب اخوان، هم ثلاثه من ادلب، فحكيت لهم انه هذا اللي صار معي وانا مو شايف طبيعه كثير ولا شايف اماكن مميزه هون. فشوفوا شو بعثوا لي على الواتساب، بعثوا لي انه روح على الاماكن، شوفوا انه في اماكن طبيعيه بادلب مثل ما انتم شايفين. في منطقه هون اسمها دركوش، والله ما بعرف هيك شيء، فيها انهار وهيك، فبدنا نشوف هلا اذا رح نروح لها ولا لا. اذا ما رحنا لها يصير خير، اما اذا رحنا لها كمان يصير خير. وقفنا هون شوي على الطريق قبل ما نروح على دكروش، شو اسمها يمكن؟ شو اسم المنطقه؟ والله نسيت. المهم هذيك المنطقه بيقولوا انه حلوه وفيها اشياء حلوه يعني. طول الطريق انت بادلب حرفيا طول الطريق عم تمشي، يمينك ويسارك خضار، عشان هيك هي اسمها ادلب الخضراء. طبعا هاي المعلومه ذكرتها مليون مره بالفلوج، بس ما عم الاقي معلومه ثانيه اذكرها. شعبيات ادلبيه صراحه. والله اخاف، تعرفوا شو اخاف؟ يكون في اشياء كثير حلوه بادلب بس انا اللي مو عارف، وعلى الاغلب هذا هو اللي صاير، لانه نحن اجينا انا والاهل ما في معنا حدا رايح على ادلب كثير من قبل. ابوي رايح هو زمان يعني، رايح مرتين بس بحياته عشان الشغل ومدري شو. اخ والله انعست، الطريق طويل وشمس وشوب. بس جبت ايس كريم عشان اجربه على الطريق لانه شوب. بسم الله. شوفوا طبعا الخضار. وين في مكان هيك حلو للتصوير؟ في ارانب هون واشياء. تعال وين؟ ذيك الدجاج وين تنصحنا نصور؟ شوف هون المكان طبيعي حلو، بس بدي اشوف انه من هون. تتصور انت والمقلع؟ مقطع ايوه يوتيوب، تعرف اليوتيوب؟ ايه على المقلع. يلا وين؟ مكان جميل صراحة، بس ان شاء الله نروح مكان اجمل هلا. لا اوه بس يا حبيبي بس طلعتنا. مشينا رجعنا على السيارة يا اخوان. والله مغامرات بادلب يعني منطقية صراحة. شو هذا دولاب؟ ايه سيارة. يا سلام على الفعاليات، فعاليات حلوة وجذابة. يلا رجعنا على السيارة. بس حلو هون المكان، طبيعة صراحة يعني. هلا بدينا نشوف الأماكن اللي حلوة في إدلب. لقينا هون مكان طبيعي. والله هون المكان كتير حلو. هون المكان الصح، هذا مكان رهيب والله. ما بعرف اذا انتم سامعيني منيح، بس المكان هون كتير حلو. هلا والله يا اخوان، حاليا الساعة 9
ب7 دقائق. والوضع هلا حاليا ليل، ونحن مثل ما انتم شفتوا بالفيديوهات طلعنا فوق جبل. فبهاي المنطقه اللي اسمها والله نسيت شو اسمها يا اخي، بس منطقه بادلب اسمها يا اخي والله كانت ببالي بس نسيت. المهم هاي المنطقه ما فيها فنادق كثير وصغيره يعني على قدها يعني، وفيها مثل ما انتم شايفين وراي نهر. لكن المشكله انه نحن اجينا شوي متاخرين، كنا عم ندور على فندق هون عشان ننام واصحى الصبح اصور لكم فلوج كمان، لكن مثل ما شفتوا اللي صار انه ما في فنادق هون. فراح نضطر هلا نرجع على حمص خلص، وراح اضطر اني انهي الفلوج هون. لكن المكان هون جد جد خرافي. طبعا بالبدايه مثل ما شفتوا رحنا بشارع سريع وحوالينا في خضار، ما كان بهذيك المتعه. بعدين رحنا على المولات اللي بيحكوا عنها هون بادلب، كمان ما استمتعنا كثير. فنظرتي وقتها لادلب صارت هيك، فاهمين علي؟ لكن بعد ما اجينا على هالمناظر وعرفنا الاماكن الصح الطبيعيه بادلب، وقتها صارت نظرتي لادلب هيك. فجد جد ادلب فيها اماكن احلى واحلى. هذا واحد من الاماكن، بس تمنيت انه نكون جايين على وقت ابكر شوي، لكن الحمد لله على كل حال. بسم الله. هذا كان فلوج اليوم، اتمنى يكون نال على اعجابكم. رحنا على ادلب واستمتعنا بالمناظر اللي شفتوها معنا قبل شوي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحطوا لايك واشتركوا في القناه اذا مو مشتركين. السلام عليكم.